هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. الفيديو النهارده هيكون تكمله للسلسله اللي عملتها الفيديو الاخير، وهي سلسله اكبر منتجات انا جربتها وايه رايي فيها. الفتره الاخيره جمعت لكم كميه منتجات وحبيت اعمل لكم سلسله عباره عن فيديوز صغيره، كل فيديو هتكلم فيه عشوائي عن 3 منتجات بختارهم من الباج قدامكم، وبتكلم عن منتج بالتفصيل. طيب يا بنات، قبل اي حاجه ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس، وهستنى تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه. يلا بينا على الفيديو. ادي الشنطه بتاعت كل مره معانا النهارده، وهدخل ايدي في الشنطه زي كل فيديو وهنشوف هيطلع معايا ايه. ده مزيل طلاء اظافر بتاع ايفا. مش عارفه هو واضح معاكم ولا لا، عايزه بس اوضحه. شايفينه؟ ده يا بنات مزيل طلاء اظافر من شركة ايفا. شركة ايفا شركة مصرية. بصوا، انا المزيل طلاء الاظافر ده بتكلم عنه في القناة عندي تقريبا من 10 سنين. البتاع ده او المزيل لطلاء الاظافر ده خطير، اكتر واحد في الحياة كمزيل طلاء اظافر يعني، او مزيل مانيكير. عجبني الحقيقة بصراحة يعني. بصوا، مهما طلعوا براندات غالية او مستوردة او انا برجع تاني لبتاع ايفا، خصوصا اللي لونه ازرق. في واحد تاني تقريبا لونه بينك، تقريبا بينك، حلو برضو، بس الازرق التوب بالنسبة لي. فظيع فظاع. اولا بيشيل المانيكير بسهولة جدا، يعني تحطي مثلا بالقطنة وتحطي على ضفرك وبتعملي بس كده هتلاقيه اتشال على طول، حتى لو لون غامق. انا دايما هتلاقوني في فيديوهاتي بحط اللون الاسود، بحط اللون الاحمر، الازرق، الحاجات اللي هي الغامقه دي. بيشيل المانيكير بسهوله جدا جدا. هي قطنه واحده بس بشيل بيها الايد وظهرها، بعملها تاني واشيل بيها الايد التانيه بس كده. خطير يا بنات، خطير جدا، انصحك بيه. اولا زي ما قلت لكم، سعره مش غالي خالص ومتوفر في كل مكان، سواء صيدليه صغيره، صيدليه كبيره، سوبر ماركت اللي هو بيبقى هايبرات، هتلاقيه على طول، وهتلاقي سعره حلو، وكمان فعال جدا بصراحه، وبيقعد فتره كبيره. فده طبعا في الاول وفي الاخر مصري، فده بصراحه حلو قوي. انا الفيديو اللي فات نسيت اقول لكم تقييماتي لكل منتج. انا في الفيديو ده هبتدي ان انا اقيم لكم منتج. ده هديله 200 من 100. خطير. المنتج اللي بعده برضو هندخل ايدينا وهنشوف هيطلع معانا ايه. ده عايزه بس اوريه لكم الاول. ده ميسلر ووتر وميك اب ريموفر، وكمان مش عارفه شايفينه ولا لا، وتونر. ده من فارماسيرز. الماركه دي ماركه فرنسي، تمام؟ طبعا ماركه طبيه. طبعا ده مقاطعه، عشان بس نبقى متفقين، ده مقاطعه. ده بيكون موجود في الصيدليات بس، لان هو اولا مزيل ميك اب مش هتلاقيه في اللي هي في المحلات بتاعه الكوزماتكس او الميك اب او كده، لا، هتلاقيه اكتر موجود في الصيدليه، لان هو يعتبر منتج طبي. دي حاجه كويسه فيه ان هو طبي. لكن كميك اب ريموفال او تونر، هو المفروض ان هو حجمه 200 مللي. هو كحجم بيقعد فتره كبيره، ما بيخلصش على طول بصراحه. المنتج ده مناسب اكتر للبشره اللي فيها تي زون. عارفين البشره اللي بتكون فيها منطقه القوره والمناخير ومنطقه الدقن كده بتبقى دهنيه؟ هو ده مناسب اكتر للبشره اللي نوعها دهني في منطقه التي زون. بصراحه كنت بستخدمه زمان، فحسيت ان هو ساعات بيطلع لي حبوب، فبصراحه ما كنتش عارفه اذا كانت الحبوب دي منه او لا. بس اول ما بطلته، انا بطلته على فكره ولسه فيه، لو تلاحظوا لسه فيه كميه من تحت اهو. لما لقيت ان انا بطلته والحبوب ابتدت تروح، ابتديت اعرف ان الحبوب دي من المنتج ده. فانا بشرتي يعتبر جافه شويه، خصوصا في الشتاء. فاي منتج للبشره الدهنيه او المختلطه لما بجربه في الشتاء بيطلع لي حبوب، لانه ما بيكونش مناسب لبشرتي.
فالمنتج ده ما كانش مناسب. هو في حاجه كويسه زي ما قلت لكم، ان هو يعتبر ان هو تونر، ويعتبر ان هو بيشيل ميك اب ريموفر، وكمان يعتبر ان هو انتي بكتيريال، يعني لو في بكتيريا او كده بيقتلها، عشان طبعا موضوع الحبوب. بس هو عشان خاطر ما كانش مناسب لبشرتي، كان مناسب لبشره نوع تاني، فما كانش ماشي معايا. حلو فيه ان هو للبشره للوش ولمنطقه العين، يعني انت لو عايزه تشيلي بيه ميك اب العيون هيبقى برده كويس معاكي. بس كمجمل بصراحه مش حلو ومش هجربه تاني او مش قوي. فانا بصراحه هديله كتقييم له 5/10، لان زي ما قلت لكم، اولا هو دلوقتي ممكن يكون مش متوفر، ثانيا ممكن يكون سعره غالي قوي، لان طبعا دي ماركه فرنسيه ومستورده، والمنتجات المستورده ما بقتش موجوده زي الاول. وتالت حاجه ان هو ما كانش مناسب بشرتي، او ان هو ما يستاهلش الضجه دي، او ما يستاهلش السعر ده. وفي منتجات مصريه احسن منه بصراحه. فانا يا بنات ما انصحش بالمنتج ده، خصوصا لو بشرتك جافه. وبصراحه اصلا ما انصحش بيه كمجمل، لانه في منتجات احلى منه بكتير وكمان مصريه. فالمنتج ده لا، 5/10، واكيد مش هجيبه تاني. يلا بينا نختار اخر منتج. المنتج اللي معايا دلوقتي ده سيرم اهو. شكله باين ولا مش عارفه شكله باين ولا لا، مش عارفه شكله باين ولا لا اهو. ده سيرم الزافيكا، ده سيرم هيلورونيك اسيد، ده سيرم ماركه كوريه. اكيد معظمكم شفتوه قبل كده مثلا على النت، استخدمتوه او كده. السيرم ده تاني اكتر سيرم هيلورونيك انا استخدمته وعجبني بصراحه. والحلو فيه كمان ان هو مش مقاطعه، لان كوريا معانا الحمد لله، فاكيد منتجاتها معانا. فالسيرم ده بصراحه حلو قوي. وانا كنت عامله الفتره الاخيره عندي على القناه في شورت، انا عامله مقارنه بين انواع سيرم الهيلورونيك اسيد اللي استخدمتهم الفتره الاخيره، وكنت عامله مقارنه بينهم. اكتر واحد عجبني لحد اخر واحد ما عجبنيش، وكنت كمان قايله اسعارهم هناك في الشورت. فلو انتوا حابين تروحوا تتفرجوا عليه هتعرفوا اكتر عن سيرمز الهيلورونيك اسيد اللي انا استخدمته. فالسيرم ده خطير. حلو ان هو سعره متوسط، مش عالي قوي، ومش صراحه مش رخيص، سعره وسط. حلو كمان فيه ان هو افكتيف، فعال قوي على البشره، بيرطب البشره كويس، بيخلي البشره بلمب شويه، ويخلي فيه نضاره للبشره. فالسيرم ده حلو برده في كده. وكمان قوامه حلو، لان البشره بتمتصه بسهوله، يعني قوامه مش تقيل، قوامه يعتبر من السيرم الخفيف، فحلو في كده. الحاجه بقى الوحيده اللي مش حلوه فيه ان هو فيه منه تقليد، يمكن اللي في السوق موجود منه تقليد اكتر ما موجود منه الاصلي، فدي نقطه مش حلوه جدا. فانا برشح لك السيروم ده جدا كسيروم هيلورونيك اسيد. سعره يعتبر متوسط، وقوامه حلو وافكتيف على البشره. لكن هو مشكلته الوحيده ان هو زي ما قلت لك ان هو في منه قاب كتير، فتاكدي من النقطه دي. وعايزه بس اوريلك من جوه، ده شكله من جوه. بس كده، غير كده السيرم حلو جدا، وادي السيرم ده 9/10. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. هستنى تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه، وشجعوني في الكومنتات. ويلا مع السلامه.